توشيح رئيس الجامعة فوزي لقجعي ومدرب المنتخب المغربي الإكراكي واللاعبون بالوسام الملكي. حظي رئيس الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي واللاعبون بالتوشيح بأوسم ملكيت عقب الإنجاز لتاريخي الذي حققه أسودي الأطلس في كأس العالم قطر 2022. وحصل رئيس الجامعة ومدرب المنتخب المغربي على وسام العرش من درجة قائد، بينما حصل اللاعبون على وسام العرش من درجة ضابط. وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في كأس العالم باحتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022. لاعبو المنتخب المغربي يهدون مجموعة من التذكارات للملك محمد السادس خلال حفل استقبالهم بالقصر الملكي في الرباط منح أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم مجموعة من التذكارات للملك محمد السادس خلال الاستقبال الذي حظوا به في القصر لملكي بالرباط. وعمد العميد غانم سايس والمدرب وليد الكراكي باسم جميع أفراد المنتخب المغربي على منح تذكارات عبارات عن قميص موقع من جميع اللاعبين ومجسمات لكأس العالم. وكان الملك محمد السادس قد استقبل أعضاء المنتخب المغربي وأمهاتهم بالقصر العامر بالرباط موشحا إياهم بأوسم. وحطت بعثة المنتخب المغربي الرحال بمطار الرباط سلا قبل أقرب من 3 ساعات قادمة من الدوحة بعد المشاركة في المونديال. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم قطر 2022 باحتلاله